تيجي واحدة تقول لي بعد 27 سنة جواز نسيني وراح يحب واحدة تانية، أو بعد 5 سنين، أو بعد ما تعبت عشانه وعشت عمري كله بحبه وفاكرة إن هو بيحبني، ظهرت في حياته بنت صغيرة كده ولا واحدة خدته مني. أو يجي هو يقول لي أنا بحب واحدة وحاسس إن أنا ما عشتش حياتي إلا لما شفتها. الحب مراحل. مرحلة أما أسمع أم كلثوم واجري كده بالعربية بالليل اقطع مسافات عشان اشوف البنت دي، واقعد افكر فيها ومراتي قاعدة جنبي، وانسى العالم والناس، وانسى العلاقة دي هتوديني في الاخر على فين، وما اسألش نفسي اللي معايا دي هفقدها ولا مش هفقدها. دي مرحلة الادرينالين. زي بالظبط كده مرحلة الماتش بتاع الكورة لما نقعد نتفرج عليه ونبقى مبسوطين قوي وننط لما يجي جون. ده الادرينالين، بس الادرينالين ده مؤقت جدا. الحب الحقيقي هي الست اللي اول ما اصحى الصبح الاقيها نايمه جنبي على السرير، هي الست اللي تقوم قبلي تعمل لي كوبايه القهوه زي ما بتعمل لنفسها، هي الست اللي بتذاكر لعيالي، او هو الراجل اللي بياخد عيالك يفضل يلف بيهم يوديهم هنا ويبسطهم وياخدكم ويخرجكم بالقرشين اللي محوشهم معاه. الحب الحقيقي الست اللي تقف في المطبخ طول النهار تعمل اكله حلوه لجوزها عشان بس لما يرجع تشوف ابتسامته. ده الحب اللي بيدوم. بس احنا الادرينالين بيعمي ده. فاطمني، كل شيء انت عملتيه وكل تضحية انت ضحيتيها محفوظة وهترجع لك اضعاف مضاعفة. واللي بيخسرك انت عاملة اللي عليكي، واللي بيخسر الحب الحقيقي هو اللي بيندم مش العكس.